بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة. والمغرب تسفح فرنسا، إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمغرب، إلغاء صفقات التسليح بين فرنسا والمغرب، إلغاء مشروع القطار فائق السرعة من الدار البيضاء لمدينة أكادير المغربية، كان ستقوم به شركة فرنسية، ستقوم به الآن شركة صينية، شطب عدد من الشركات الفرنسية في البورصة. كلها أخبار سارة وجميلة، وبإذن الله إن شاء الله نسمع الخبر الجميل والمفرح تماما، وهو إلغاء تدريس اللغة الفرنسية في المغرب تماما. Stop it. Get some help. بإذن الله إن شاء الله، وبإذن الله إن شاء الله المشروع أيضا يستمر في الجزائر. هناك صراع فرنسي مغربي، وهناك صراع فرنسي أمريكي. أمريكا وفرنسا الآن يتحاربان في أفريقيا، وأمريكا بتساند الدول، بتساند المغرب، بتساند مالي، بتساند كل الدول التي تريد طرد فرنسا، واحنا مستفيدين من هذا الصراع. فأهلا وسهلا بهذا الصراع، ونحن مستفيدين. احنا بنبحث عن مصالحنا ودورنا، نحن انتهازيون. لما هم يعملوا انتهازية يقول لك ايه؟ نحن أذكياء ونحن ننتهز الفرص. لما تيجي تعملها تقول لك انت انتفاعي. احنا انتفاعيون وانتهازيون يا اخوي. تعالوا نبدأ ونرى هذا. وفي ظل أنه فرنسا رغم أنها تمد يدها لتشحت منا أو تفرض علينا جزية وتأخذ أموالنا وتأخذ خيراتنا وتسرقنا، ثم تشتمنا في البرلمان الأوروبي، ثم ترفض الاعتراف بأن الصحراء أرض مغربية، هذه أرض المرابطين الطاهرة. تعالوا نبدأ ونرى. نبدأ من قناة بلا 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 بي ال بلا 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 قواه المغرب تسفح فرنسا، إلغاء زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للمغرب، إلغاء صفقات التسليح بين فرنسا والمغرب، إلغاء مشروع القطار فائق السرعة من الدار البيضاء لمدينة أكادير